السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ رانيا عبد الحميد. النهاردة هنعمل مع بعض بقى شوية عيش كده تحفة، بجد 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 تحفة. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا، حلوة قوي قوي قوي. شايفين ما شاء الله ازاي هعرفكم سر ان العيش بتاعنا يبقى طري كده ومنفوخ زي ما انتم شايفينه كده، وازاي ينفخ معاكي كده ويبقى رقتين زي ما انتم شايفينه كده ويتفتح بسهولة كده. تعملي بقى منه كبدة، تعملي منه سندوتشات بجبنة مثلا كده وكوباية شاي، تعملي منه أي حاجة. شايفين الكمية دي كلها تاكلي بيه اي حاجه انت عايزه تاكلي بيها. بصوا شايفين الكميه دي كلها، شايفين كل ده بكيلو دقيق واحد، كيلو دقيق واحد عملت الكميه دي كلها زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان اقول لكم سر العيش بتاعنا ده النهارده وازاي تعمليه كده. ولو ما عندكيش فرن كمان هتعمليه، يعني لو انت ما عندكيش فرن للبوتاجاز بتاعك او فرن تعملي فيه هتعملي برده. هقول لك تعمليه ازاي على البوتاجاز وبطريقه سهله جدا 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 جدا، وبرده هيتنفخ معاكي كده زي ما انتم شايفينه كده وهيبقى جميل جدا معاكي. يلا بينا نسمي على رسولنا الحبيب عليه الصلاه والسلام ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا نبدا نشوف مقاديرنا النهارده عباره عن ايه. اول حاجه طبعا النهارده هنجيب معانا كيلو دقيق جميع الاغراض. انا طبعا بستعمل دقيق العميد، هوريه لكم دلوقتي. الدقيق الازرق ده اللي هو الكيس الازرق ده بيبقى جميل جدا معايا في الايه في المخبوزات والحاجات دي، انا بحبه جدا بصراحه. ودي عشان تعرف ان كانت نوعيته وحشه او مش كويسه وانت لسه بتشتريه، تاخدي شويه دقيق كده على ايدك وتعملوهم تفركوهم كده. لو لقيتيهم خشنين يبقى نوعيه الدقيق مش كويسه. لو لقيت الدقيق ناعم معاكي زي البودره كده زي السكر البودره بيبقى جميل معاكي وحلو قوي قوي قوي. طبعا مش هحتاج اي حاجه غير طبعا معلقه سكر انا حاططها دي، ومعلقه من الخميره، وطبعا ذره ملح صغيره خالص، ومعايا معلقه بقى من الخل كده، معلقه صغيره من الخل، لان معلقه الخل دي بتبقى عامله زي محسن للكيك كده وبيحسن محسن للخبز وبتخليه جميل جدا. وزي ما احنا شايفين دلوقتي كده حطينا معلقتين من الزيت. بعد كده بقى عندنا شويه حليب دافيين كده، عايزه تعمليه بحليب عادي، عايزه تعمليه بميه عادي، بس بصراحه بالحليب بيبقى طعمه احلى بكتير جدا. طبعا ابتدي ان انا ادوب الحاجات دي كده مع بعضها زي ما احنا شايفين كده. وفي الوقت ده انا كنت بسخن او بدفي كده الحليب بتاعي تدفيه زي دمع العين كده يا حبايب قلبي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي كده. وهبتدي ان انا اعجن بيه. طبعا لو انت الخميره بتاعتك ما انتش واثقه فيها، انما انا واثقه في الخميره بتاعتي الحمد لله وعارفه ان هي خميره كويسه وبتخمر معايا دي. لو انت مش واثقه فيها بتاخدي بقى شويه الخميره وتحطي عليهم معلقه السكر وبتدوبيهم شويه كده في الطبق بتاعهم وبتسيبيهم لحد لما يخمروا او يرفعوا معاكي، وبعد كده بتحطوهم على العجين. طبعا انا في الوقت ده بقى بدات ان انا احط اللبن بتاعي او الحليب بتاعي. طبعا الحليب بيديله طعم تاني وبيخلي شكله جميل جدا وبيبقى طعمه جميل قوي قوي وبيبقى مغذي. رحت دلوقتي بقى انا طبعا عجنتهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجين بتاعي ما شاء الله عجنتها بصراحه عجين لين كده، لا هي جامده قوي ولا هي لينه قوي. العجينه زي ما انتم شايفين في ايدي ما شاء الله كده عامله زي الملبن ما شاء الله، حلوه قوي 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 اهو. هبتدي بقى ان انا اكورها كده زي ما انتم شفتم واحطها في الطبق معايا وهسيبها لحد لما تخمر. يعني ايه يا ام دنيا تخمر؟ يعني ترفع، يعني حجمها يتضاعف. تمام كده اهو. لسه كده كنت بشوفها اهو لقيت لسه حجمها ما تضاعفش برده. تمام كده. بعد كده بقى بعد حوالي ربع ساعه كده او اقل من ربع ساعه كمان انا غطيتها بقى كده وسبتها ورجعت لها تاني. بصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بقت تحفه حلوه قوي كده. جبت صينيه بقى تانية وحطيت عليها رشه من الدقيق كده زي ما انتم حضراتكم شايفين. وبعدين بدات ان انا اقطعها لقطع صغيره كده على حسب ما انت عايزه حجم الرغيف بتاعك. على حسب حجم الرغيف بتاعك هتعملي اللي انت عايزاه كبير، عايزاه صغنن، عايزاه عايز زي العيش الشام الصغير ده كده اعمليه براحتك خالص. التقطيعه دي لك انت طبعا. واحنا بنقطع لازم نصلي ونسمي على رسول الحبيب عليه الصلاه والسلام كده عشان الاكل يطلع معانا حلو ومسكر وزي الفل. لازم واحنا شغالين كده في المطبخ بتاعنا دايما نصلي ونذكر ربنا سبحانه وتعالى ونصلي على رسول الحبيب عليه الصلاه والسلام كتير كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واتمنى كلكم تنزلوا في الكومنتات دلوقتي تعلقوا لي التعليق ده لو وصلتوا معايا لحد هنا. وزي ما انتم شايفين بعد ما قرصنا بقى العجين بتاعنا كله زي ما انتم شايفين كده او قطعناه كده، احنا عندنا بنقول عليها قرصناه لكن انا مش عارفه عندكم بقى بتقولوا ايه. احنا قطعناه حتت صغنونه كده زي الليمونه وبدانا طبعا عشان نخبز فيه. طبعا انا اول ما قرصت كده عملت الاثنين دول كده عشان اعرف ان انا اتجاهي ان اول رغيف انا عملته تمام ابتدي اجيب منه، عشان اول رغيف انا اشتغلت منه ده اللي هيبقى رفع معايا شويه. يعني رفع يعني تعرفي تخبزيه ما يبقاش شادد معاكي في الخبيز وانت بتخبزيه كده. تمام. طبعا كده زي ما انتم شايفين بقى هجيب العصفوره بتاعتي كده وابتدي ان انا اخبز بيها، او عادي ممكن تخبزي بايدك خالص ما فيش اي مشاكل. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله العجين كان تحفه وسلس وجميل جدا معايا. والعجينه طالما معجونه كويس قوي 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 بتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده جميله جدا اهو.
شايفين كده جميله قوي. هبتدي ان انا احطها برده كده في جنب الوحده كده عندي على الرخامه. لو انت عايزه تحطها على مثلا قماشه بيضه او حاجه نظيفه كده وعندك وفرزيها وحطها وحط عليها عادي. بس انا طبعا الرخامه بتاعتي ما شاء الله لا قوه الا بالله نظيفه وحلوه وبطهرها وبعقمها على طول، فما شاء الله دايما نظيفه. فبحط عليها العجينه عادي، ما فيش اي مشاكل خالص، ومش مش هيلحق ان شاء الله يلزق فيها، لان انا ظابطه العجينه بتاعتي لا هي يعني يابسه قوي ولا هي لينه جدا. يعني شايفين ما شاء الله كده حلو قوي. السمك بتاع الايه بتاع الرغيف كده حوالي 1 سم زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. بدات ان انا اخبز بقى كل العجين ده معايا كده، او كل العيش ده كده هخبزه كله بقى. طيب طبعا انت بقى في الوقت ده ما عندكيش فرن، طب اعمل ايه يا ام دنيا وانا ما عنديش فرن وعايزه اخبز عيش زي ده؟ تعالي بقى وانا هقول لك تعملي ايه في حاجه كده بقى سهله جدا جدا. اي طاسه عندك قديمه او بتستعمليها حتى، هو انت مش هتلحقي ان هي تبوظ منك او كده يعني لا قدر الله، انت هتحطيها على نار تكون عاليه. يعني هتحطي النار بتاعتك تكون عاليه، وزي ما تكوني بتعملي في الفرن بالظبط. بتحطي النار بتاعتك عاليه، بعد كده بتحطيها على نار متوسطه، بتهدي النار لما الصاجه بتاعتك او الصينيه بتاعتك بتسخن، انت بتهدي النار شويه. بعد كده بقى بتبتدي ان انت زي ما انت شايفه كده بتشتغلي معايا اهو. اول ما تلاقي ان النار تحسي ان النار هدت معاكي بتعليها تاني، تمام؟ لان العيش بتاعنا ده بقى عايز نار عاليه، زي ما كانت والدتي زمان تقول لنا كده ايه، علي نارك تسبق جارك، تمام؟ فالعيش بتاعنا النهارده محتاج ان هو يتخبز على نار عاليه. بصوا بقى عشان يقب معانا، بصوا انا بعمل الحركه دي كده، هو نشف من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه، ببتدي ان انا احطه كده واضغط عليه بس كده بالمعلقه بتاعتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين اتنفخوا بقى فانوس اهو. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. شايفين كده شكله؟ بدات اعمل معاكم دور تاني، وطبعا ده كان اخر دور عندي كنت خلصت. والطاسه ده انتوا شايفين كده ما اتبهدلتش ولا اي حاجه خالص، حاجات بسيطه كده هتتغسل بسرعه وهتنضف وتبقى زي الفل تاني وترجع حلوه زي ما كانت. اول حاجه انا طبعا الصاجه بتاعتي لازم تكون سخنه، وانا باكد عليكم تاني اهو ان الصاجه لازم تكون سخنه. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما بيقب كده من فوق الفقاعات البسيطه دي كده، ببتدي بقى ان انا اقلبه كده بقى، هو استوي من تحت. بصوا بقى كده هقلبه كده اهو واحده واحده، تمام كده. لما بقى بيبتدي الله اعظم بذكر الله. طب هخلص الاذان وارجع لكم تاني. بعد كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بقى هبتدي ان انا طبعا اضغط بقى على الرغيف بتاعي زي ما هتشوفوا كده دلوقتي، عشان ايه الرغيف يقب معايا زي ما وريت لحضراتكم قبل كده. بصوا اهو، طبعا ده كان اخر دور معايا اهو. بصوا بقى هبتدي ان انا اقلب الرغيف كده وابتدي بقى اضغط عليه. كل ما هضغط عليه كل ما هيبقى ايه، هيبقى رقتين كده معايا ويقب معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو عمال بيقب اهو، شايفين كده اهو. هقلبه شويه كمان عشان هو ما كانش لسه استوى كويس، وهبتدي اشتغل في التاني. بصوا التاني ما شاء الله ساعه لما بضغط عليه بالمعلقه بتاعتي بيقب خالص معايا وبيبقى زي الفل وبيبقى رقتين وزي العسل. عايزه بقى تعمليه مع شويه كبده، مع شويه فول الصبح كده تفطري بيهم، مع شويه جبنه وكوبايه شاي، اي حاجه اللي انت عايزاه. انا بصراحه كنت عاملاه كان تحفه وجميل جدا 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 زي ما انتم شايفين كده اهو. هوريكم التلات رغيفه مع بعض هم برضو منفوخين النفخه الحلوه دي كده اهو. بصوا اهو ده بقى هبتدي ان انا اعمله تاني زي ده برضو هيتنفخ معايا اهو بكل سهوله اهو. شايفين كل ما تضغطي كده بالمعلقه كل ما يقب معاكي خالص ويبقى زي الفوانيس اهو. والتاني برضو نفس الحكايه ده بقربه كده من النار اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ومعانا كده ايه ما بين بقى اهو زي ما انتم شايفين. ده السر بقى ان احنا ايه، ان الرغيف معاكي يتنفخ ويبقى حلو كده زي ما انتم شايفين اهو. شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. والعيش معانا طلع جميل جدا جدا، ومن كيلو دقيق واحد طلعنا ما شاء الله كميه عيش حلوه قوي قوي اهو. شايفين اهو، شويه دقيق وشويه كيلو دقيق وشويه ملح وشويه سكر وطلع معانا عيش زي الفل. عايز تعمليه بلبن بودر اعمليه بلبن بودر، عايز تعمليه بلبن حليب اعمليه بلبن حليب، عايز تعمليه بشويه ميه اعمليه بميه، بس اهم حاجه تبقى فتره علشان الجو برد اليومين دول وكده ويبقى كويس معانا. طبعا انا كنت عامله معاه بقى ايه بقى، عامله معاه سردين. ده السردين ده تحفه يا جماعه، كان دايب دوب كده وجميل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله انتظروا الطريقه بتاعته باذن الله، هنزلها لكم على طول بعد العيش باذن الله. هنزل لكم طريقه السردين اللي انا كنت عاملاه ده بعد العيش. سردين تحفه بجد، هنوفر كل حاجه ونعمل كل حاجه في البيت، وما شاء الله لا قوه الا بالله الحاجه جميله جدا جدا جدا. شوفوا السردين بتاعنا عامل ازاي ما شاء الله، تحفه بجد بجد، كان زبده كده. شوفوا الطريقه بتاعته ان شاء الله انتظروها باذن الله، هنزلها لكم ان شاء الله بعد الايه، بعد طريقه العيش على طول ان شاء الله. واي حاجه انتم محتاجين ان انا اعملها لكم اتمنى ان انتم تقولوا لي في الكومنتات عايزين محتاجين مني ايه وانا اعمله لكم ان شاء الله باذن الله.
زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا العيش جميل ازاي، حلو قوي. ما شاء الله. ده العيش ده بجد مش محتاج غير شويه كبده كده تعمليهم بيبقى تحفه معاه. انا بحب العيش ده بالكبده قوي، بيبقى حلو قوي يا جماعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا العيش اهو معانا. بصوا انا بوريكم الكميه قد ايه، بفتح لكم. بصوا العيش عامل ازاي، العيش كله اتنين منفوخ كده، منفوخ ما شاء الله، جميل جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى كده اللي يجربه يقول لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله هو عمله وطلع معاه كويس ولا لا. واهم حاجه بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.